حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا بعض الوصفات المصرية الموروثة اللي محدش يقدر يجي جنبها ولا يغير فيها. في الفترة الأخيرة ابتدينا نجدد في شوية وصفات وأضفنا لها شوية إضافات، زي سلطة البطاطس اللي عملناها مع بعض الفيديو اللي فات، وأضفنا لها سبانخ، وبصراحة عجبت كل اللي جربها وأشادوا بطعمها، وأنا عملتها أكتر من مرة وعجبت ولادي قوي. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النهارده هنلعب بقى في طبق تاني اللي هو المسقعه المصريه، هنعمله بطريقه عصريه. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ على طول. ومسقعه يعني بدنجان. هاتي كميه البدنجان اللي تناسبك. البدنجان اليومين دول مالي السوق، شكله جميل وسعره مناسب. هتقشر البدنجان بالشكل ده، وطبعا التقشير بالشكل ده كمان بيديني شكل جمالي. بعد ما اقشر البدنجان بالشكل ده هقسم كل واحده لنصين وكل نص ربعين، وهبتدي اقطعه الى مكعبات سميكه شويه. هحاول انهم يكونوا كلهم قد بعض، لكن مش هتفرق يعني، قطعيه بشكل عشوائي. طبعا في الايام يا جماعه اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها محتاجين نلجا كده للوصفات اللي ما فيهاش بروتين لحمه ولا فراخ. نرجع كده زي زمان، يعني كنا نعمل طبق المسقعه ده جنب شويه بطاطس محمره ولا شويه فلافل، وكانت بتبقى اكله جميله. بعد ما اقطع البدنجان هغطي بقى كل قطع البدنجان ب3 4 معالق نشا. اهم حاجه ان كل المكعبات تتغطى بالنشا كويس. النشا ده علشان يخلي لي البدنجان مقرمش وما يشربش زيت كتير. اتاكدي ان كل قطعه اتغطت بالنشا. وتعالوا بقى نشوف شويه الخضار بالوانه الجميله اللي هنضيفه لطبق المسقعه. البصل والفلفل الرومي الاخضر والاحمر والحراق وكزبره خضراء وبصل اخضر وشويه توم. اول حاجه هبتدي اقطع البصله دي الى نصين وكل نص ربعين. انا عايزاها كده قطعه كبيره. وفكي بقى كل طبقات البصل عن بعض. محتاجين يا جماعه نزود الخضار، نسب الخضار في اكلاتنا لاولادنا، لان اولادنا اتعودوا على الاكلات بتاعت الجاهز اللي هي بعيده تماما عن الاكل الصحي. وكمان هقطع الفلفل الرومي الاخضر والاحمر لمكعبات كبيره بالشكل ده، بعد ما اتخلص من البذور والحتت البيضاء اللي فيه بالشكل ده. طبعا مش عايزه اقول لكم الخضار اللي فيه الوانه غامقه، الحمراء والخضراء، القيمه الغذائيه والفيتامينات فيه بتبقى عاليه قد ايه. قطعنا الفلفل الرومي وقطعنا الفلفل الاحمر والاخضر، ويا سلام بقى على شويه الكزبره الخضراء، حزمتين كده كبار كزبره خضراء مغسوله ونشفناها. هبتدي اقطعها كده قطع كبيره. وكمان هحط عليهم على طول شويه بصل اخضر، باخد الفروع الخضراء بتاعته هقطعها برضو قطع كده كبيرة شوية، مش قطع صغيرة. الخضار لما يتقطع بقطع كبيرة بيحافظ على قيمته الغذائية. تخيلوا بقى كل الألوان دي في طبق، يبقى الطبق ده شكله عامل ايه؟ طبق صحي يفتح النفس ويجري الريق قبل ما يدخل المعدة. وكده قطعنا كل حاجة، فاضل التوم. اهرسي كده التوم وفرميه فرم خشن. كده حضرنا كل الخضروات بتاعة طبق المسقعة. وقبل ما نروح نكمل تسوية الطبق على النار، قلت احضر الصوص كمان اللي هتبل بيه الطبق عشان تبقى كل حاجة جاهزة ومفيش حاجة تعطلني بقى وانا واقفة بكمل الطبق. معايا معلقتين خل كبار و3 معالق كبار صويا صوص. طبعا يا جماعة المقادير دي بتزيد وبتقل حسب كمية البدنجان اللي انت مقطعاه. تبلي بقى الصوص والصويا صوص والخل بمعلقة كزبرة ناعمة ومعلقة بابريكا وشوية فلفل اسود وشوية كمون، وطبعا شوية ملح حسب ذوقك. وخدي بالك كل ما الملح كان قليل تقدري تعالجيه. هكمل جمال بقى التتبيلة دي ب3 4 فصوص توم، هنعمهم تنعيمة جامدة بالشكل ده. وطبعا التتبيلة بقى دي والصوص ده هو اللي هيدي طعم الطبق، الطعم المميز بتاعه. احنا عارفين المسقعة شوية خل وشوية توم، بس احنا زودنا بقى شوية خضار وشوية صويا صوص. كده خلصنا الصوص، وكمان ادي كل الخضار الجميل اللي هنحطه في الطبق، الفلفل الالوان والبصل والكزبره والصوص وشويه الثوم، واللي طبعا البطل بتاعنا البدنجان اللي حاطين عليه شويه نشا. ونروح بقى بسرعه على النار، ومعايا طاسه فيها شويه زيت محترمين سخنين، وهبتدي احمر البدنجان ده شويه شويه. اوعي تنزلي بكل البدنجان مره واحده، البدنجان هيطرى منك والزيت هيبرد ويطرى وشكله يتبهدل وانتي بتقليه. احنا حطينا له نشا عشان نحافظ على شكله ويديله قرمشه وما يخليهوش يشرب زيت. بمجرد ما ياخد اللون الجميل ده هشيله وانزل بشويه تانيين شويه شويه، احنا مش مستعجلين، احنا ورانا يعني. ومجرد كده ما ياخد اللون الجميل بتشيليه وتكملي بقيه المقدار. شويه النشا دول ملاحظين خلوا شويه الزيت ما يقلوش، لان قلنا النشا بيديله قرمشه وما يخلوش يمص زيت كتير.
ودول كان اخر شوية بدنجان بالشكل الجميل، وشايفين القطع كلها سليمة ما اتبهدلتش. في نفس الطاسة بقى بشيل الزيت اللي قليت فيه وبنزل بشوية زيت نضاف، وبسرعة بنزل بالثوم. الطاسة لسه سخنة، ما تديش للثوم فرصة يغير لونه، وانزلي بالبصل. ومجرد ما البصل كده يتشوح تقليبتين 3 بنزل بالفلفل الالوان. كل ده تقليب على السريع. انا عايزه الخضار ده يفضل مقرمش، انا مش عايزاه يموت في ايدي وانا بقلب، انا عايزه احس بقرمشته وانا باكل. بمجرد ما قلبت البصل والفلفل بنزل بدنجان شويه شويه وبقلب عشان البدنجان ما يتهريش مني، انا عايزاه يحافظ بقطعه السليمه بالشكل ده. والتقليب كده على الخفيف. بمجرد ما يتشوح كده مع كل الخضار هنزل بقى بالصوص التتبيله الجميله اللي احنا حضرناها، وطشي بقى على البدنجان السخن مع شوية الخضار الحلوين. تقليبة تانية طفي النار. خدي بالك انا مش هضيف الخضار ده غير بعد ما طفيت النار. انزلي بقى بالكزبرة الخضراء والبصل الاخضر والنار مطفية. الخضار ده هيدبل من حرارة الطاسة، وهنا قدام جمال الالوان والريحة الجنان لازم اقول الله الله الله، يا سلام ايه الالوان الجميله اللي تفتح النفس دي قبل ما اكل. بسم الله ما شاء الله. الطبق ما خدش معايا على النار ثواني. طالما محضره كل المكونات، بمجرد انك تخلصي الطبق بتغرفيه وهو سخن، وتنزلي بقى معلقه معلقه في الطبق كده، وانتي مع كل معلقه تقولي الله الله الله، يا سلام الله على تناسق الالوان، الاخضر مع الاحمر مع الابيض، مع الريحه الجميله مع الشكل اللي يفتح النفس. طبق زي ده بالالوان الجميله دي يعني تقعدي كده تضربي له تعظيم سلام. وجبه صحيه غذائيه فيها كل المواد الغذائيه المفيده والخضار الجميل اللي احنا عيالنا بيفتقدوا انهم ياكلوه. ويكمل جمال الطبق بلمسه عصريه بشويه سمسم متحمص كده على الوش، ونقول كش كش. طبق مفيش احلى منه ومفيش فيه غش. ومش هنطلع الطبق ده من المطبخ قبل ما ندوقه. طبعا كده ابدأي دوقي وخدي من كل الحاجات اللي قدامك في الطبق. طبعا المسقعه انا مش هاكلها بالشوكه، لكن بما اننا بنتكلم على اكل عصريه ناكله بطريقه عصريه. لكن انا عندي رغيف بلدي، واقعد كده مع الطبق ده مع شويه بطاطس محمره، ويا سلام لو شويه سمك مقلي يبقى 100 100. خدي بقى واستطعمي بقرمشه البدنجان مع حته البصل والفلفل والبصل الاخضر. ايه الجمال وايه القيمه الغذائيه الجميله اللي في الطبق ده. يعني مش محتاج بصراحة جنبه أي حاجة. ونقول هنا مع كل معلقة بصراحة أنا مش قادرة أوقف، لقيت نفسي كده عمالة آكل في الطبق من كتر جماله. وده الطبق بألوانه الجميلة اللي ما خدش مني أي وقت، وبصراحة كل مكوناته موجودة في أي بيت وما خدش مني أي وقت. ده يفكرني زي ما قلت لكم بطبق البطاطس اللي عملته بالسبانخ. يعني أتمنى إن انتوا فعلا تشوفوه، وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها، والناس اللي بيشوفوني اول مره يا ريت تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، ويا ريت اشوف ارائكم في التعليقات. ودايما تابعوني مع سماسم في المطبخ.